مرحبا بكم إلى جديد ترند ميكس. نبدأ حلقتنا من دارفور. للذين يتساءلون أين قادة قوات الدعم السريع؟ إنهم بالطبع يقاتلون وسط جنودهم في الميدان. ظهور قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو أمس السبت قائدا لمتحرك طوفان بمنطقة دريشقة تمثل تحولا استراتيجيا في المعارك على أرض الواقع، حيث أظهرت قوات الدعم السريع قدرة عالية على التخطيط والتنسيق وتنفيذ العمليات العسكرية بشكل يحقق أهدافها ويدفع نحو تعزيز سيطرتها الميدانية في مناطق الصراع. نجاحات قوات الدعم السريع في منطقة دريشقة تأتي في سياق سلسلة من العمليات التي عززت من قدرتها على السيطرة على الأرض وتأمين خطوط الإمداد وفرض واقع ميداني جديد ما شكل صدمة كبيرة لمكونات المرتزقة، وخصوصا حاكم إقليم دارفور مني أركموناوي الذي واصلت مواقفه العسكرية والسياسية تراجعها وسقوطها الملحوظ. بعد مجزرة الكنابة جاء انتصار الدعم السريع بمثابة طبطبة على أهلنا هناك. الضحايا ما زالوا يقتلون على الهوية في مشهد يبين تصاعد العنصرية، فالهجمات تستهدف مكونات بعينها بلا رحمة حولت حياتهم إلى جحيم. أي زول يثبت عليه انه عمل مع الجنجبيل حنوريه نوديه ورا الشمس. تقارير جديدة تؤكد استخدام أسلحة كيميائية في مناطق الصراع. هذه الجرائم تضيف بعدا مرعبا للأزمة وتكشف عن تجاوزات لا يمكن تجاهلها. وبعد التحري العالمي العقوبات الدولية على عبد الفتاح البرهان دخلت حيز التنفيذ، فاتهامه بقيادة الانتهاكات يدفع نحو عزله سياسيا ويزيد الضغوط عليه. رغم العقوبات الصراع لا يزال محتدما ومعاناة السودانيين تتفاقم. الجرائم والانتهاكات ترتبط بشكل مباشر بحالة الإفلات من العقاب. الوضع في السودان يتطلب تحركا دوليا أكثر جدية، والتراخي في العقاب يهدد بمزيد من الكوارث الإنسانية. ووسط كل تلك الجرائم المروعة تظهر مأساة جديدة مروعة وممدة وقاتلة، هي مأساة والدتنا مريم التي قضى عليها الجيش السوداني. ليس الجيش السوداني فقط من قضى عليها، بل ابن صديقتها وابن جارتهم التي تربوا معها في نفس الحي. جريمتها الوحيدة كانت أن أعطت أحد أفراد قوات الدعم السريع كوب ماء لأن منزلها يقع على الشارع العمومي. نعم، انت بتشيلون في المويه بتديهم المويه. انت ايوه انت اديتهم المويه. انت اديتهم المويه. انت اديتهم. قتلوها بدم بارد، صفوها بدم بارد، صفاها وقتلها وعذبها ابن صديقتها. هل هؤلاء بشر؟ لا أظن. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من ترند ميكس، طابت أيامكم وأوقاتكم بكل الخير.